وده تعليق احد مشجعين نادي الزمالك على احداث بورسعيد. ايه راي حضرتك يا كابتن في اللي حصل النهارده في الماتش؟ تعليق ان مبارك لسه بيتحكم تاني وان الجيش بدا يستخدم اساليب الوسخ في ان هو بدا يختل الناس اللي كانت بتعمل الثوره من الاول خالص. بدا يعمل عمليات قذره، ان هو بدا عايز يشيل كل الناس اللي بتخلي الناس تبدا تنزل الشارع عشان يقول لنا، يعني يقول ان احنا خلاص كده ستوب. فتعليق ان انا خلاص انت كده بدات تحط اللمسات الاخيره ان انت بتقول ارحل بقى للنظام ده كله، خلاص احنا مش عايزينك. يعني العمليه مفقوسه جدا بكل الطرق. يعني ايه محافظ بورسعيد ما يروحش، ولا هو المحافظ ولا مدير الامن يروحوا يحضروا؟ يعني ايه؟ يعني انت بتقول لي عايزين نرجع قانون الطوارئ من اول وجديد تاني؟ يعني انت بترجع قانون الطوارئ بطريقه غبيه جدا، تخلي 6 بنوك يتسرقوا. طب انت مش حاطط امن اساسا. يعني الظباط كانوا واقفين بيضحكوا والناس بتقول لك ايه؟ يعني الناس واقفين مش لازم يكونوا لابسين لبس جيش عشان نعرف، لا كان في عصيان للشرطه كانت موجوده. الناس اللي نازله بتضرب دي الناس دي عارفه هتنزل تعمل ايه، واكيد عارفين في سيناريو كان معمول من غير ما احنا نعرفه، في عمليه كبيره جدا. والناس دي بتبقى السبب في كل لحظه، يعني كل حاجه بتتعمل لازم بيحطوا الالتراس، بيحطوا الشباب، هو اللي بيخربوا وهم اللي بيعملوا كل شيء، كأن احنا بنحاول نهدم بلدنا اللي احنا عملنا الثوره دي علشانها، واكتريتنا ماتوا بسبب الحاجه دي. يعني انت بتقول لي روح موت نفسك تاني عشان خاطر ناس قاعدين في بيتهم مش فاهمين اي حاجه، بيقولوا علينا ان احنا ناس قابضه. احنا مش قابضين، والمصحف مقابضين. قابضين ايه؟ ال70 واحد اللي ماتوا دول حقهم عند مين؟ وهنرجع تاني ونكرر نفس السيناريو، وال1500 واحد اللي استشهدوا قبل كده زي ال70 واحد اللي استشهدوا تاني. مفيش حد هيجيب حقنا غير احنا اللي هنجيب حقنا، ولا مشير ولا وزير ولا غفير هينزل يجيب لك حقك محدش هيجيبه غير بايديك. مش منتظرين حاجه من حد يا جماعه. احنا بدأنا نعرف يعني ايه حريه. انت مفقوسه جدا. يعني الناس دي ما راحتش الاستاد ليه؟ كل ماتش لازم المحافظ بيروح ولازم الناس دي بتروح، المره دي ما يروحوش ليه؟ الامن المركزي اللي بيدمدمنا كل ماتش، الامن المركزي كله واقف كده وماسك عصيانه، والناس واقفه بتضحك، والمصحف واقفين بيضحكوا، وقمه الاستفزاز. يعني يا جماعه لما في 70 واحد يموتوا من اخواتنا واحنا قاعدين بنتفرج عليهم، وكل واحد يقول لك ايه؟ اصل دول ما تربوش، اصل دول مش عارف ايه. يا عم سيبنا لك التربيه، انت اللي كويس وانت اللي حلو. احنا اللي كنا قاعدين مرميين في المستشفيات مش لاقيين ملايات تتغير لنا ايام الثوره، وانت كنت قاعد في البيت بتتفرج علينا وتقول احنا قابضين مين يا عم؟ ده احنا اتهرينا، والمصحف الشريف اتهرينا. حرام عليكم يا جدعان. لا اما تسيبونا نكمل زي ما احنا مكملين ونكمل ثورتنا، لا اما تقعدوا في بيوتكم وحاطين الجزمه في بقكم وما تتكلموش علينا. ده انتوا ناس مستفزه.